خبرنا الأول وهو الخبر الأهم أنه مجلس إدارة النادي الأهلي قرر توجيه الشكر لمستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي وجهازه الفني المعاون، وأقامت حفل تكريم كبير يليق بما قدمه هذا الرجل للنادي الأهلي على مدار 3 أعوام تقريبا، والحصول على عدد كبير جدا من البطولات 11 بطولة، وما زلنا منافسين على بطولة الدوري العام، وإن شاء الله موجودين أيضا في كأس العالم للأندية. وبالتالي الموسم لم ينتهي بالنسبة للنادي الأهلي، والأمور إن شاء الله ستسير على ما يرام. إعلان الجهاز الفني الجديد المؤقت للنادي الأهلي غدا بإذن الله، وسيقود هذا الجهاز تدريب الفريق في تمام 7:00 مساء، وتجمع الفريق سيكون في تمام 6:00 مساء غد بإذن الله. زي ما قلت لكم توجيه الشكر للجهاز الفني، لكن هذا ليس معناه انه الجهاز كله مش قد يستمر. احد اعضاء الجهاز الفني قد يستمر، لسه المشاورات شغاله ل يعني تكوين الجهاز بالكامل طبقا لرؤيه الجهاز الجديد الذي سيتولى المسؤوليه. ما زالت الاتصالات والمفاوضات قائمه مع البعض، انتهت كل الاتصالات والمفاوضات مع مستر مارسيل كولر، والرجل كان مرن جدا 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 في تعامله مع مجلس إدارة النادي الأهلي، ويلقى كل تقدير وكل احترام وكل شكر من مجلس إدارة النادي الأهلي على الفترة التي قضاها مع النادي الأهلي، وأيضا على طريقة تعامله مع النادي وتقبله لقرار النادي الأهلي أو قرار مجلس إدارة النادي الأهلي. وبالتأكيد قرار كان صعب سواء على مجلس إدارة النادي الأهلي أو على مستر مارسيل كولر، وهنتكلم كتير في هذا الأمر.